دائما من مقر البرلمان يوقدوها اطراف. اولا لازم نعرف بكون هي مجاهره بعداها للاتحاد العام لفرصه الشغل. هذا النائب المستقل شكله واللي معروف معناها مضمون شكون تابع اما طريق سياسي. هذا يصرح يقول اللي كون النفايات اللي موجوده في المستشفى الجامعي هذا الشكل يعني تعطل نقلها نتيجه رفض النقابه وتصدي النقابه للاداره والاطراف المعنيه بنقل الزبائن. هذا هو الانتهاء في حد ذاته. وانا شو اسمه ولو هو يعني يتحصل داخل مجلس النواب، المفروض النيابه العموميه تبحث في مساله كما هذه، لان ثم حق عام قاعد يتمس في مرفق عمومي ويمس الاعوان ويمس المرضى. ثانيا الناس الكل تعرف المواطنين نحبوا اهالينا في صفاقس زاد كيف يسمعوا اخبار زائفه وجايه من انسان فاسق معروف دجال. لا سي حمادي، سامحني سي حمادي، احنا الموضوع هي النفايات. سامحني سي حمادي، النفايات المتواجده في الهادي شاكر اللي مست المواطن، مست الاطار الطبي وشبه طبي، العوان اللي عنده علاقه بالهادي شاكر. هذه ماهيش حكايه اتحاد، لكن هو التعطيل يقول من الاتحاد، لكن هو يظهر بكون فما تعطيلات اخرى يعني المسؤولين المشرفين على هذا. نحدد المسؤوليات واحنا الجمهور عندنا حق باش ندافعوا على انفسنا زاد. وقت يوجه لنا اتهامات احنا لابد كون نردوا عليها. ممكن احنا ما نردوش عليه هو، احنا نحبوا ننيروا اهالينا في صف عن سبب تواجد نفايات منذ اشهر في السلطات هذه. معناها 3 شهور تقريبا واش نحبوا نفهموهم شنو هي الاسباب علاش ما ترفعتش. الناس الكل المواطنين الكل تعرف اللي كون هذه مسؤوليه البلديه. مسؤوليه البلديه وما عنده حتى تعلق. وان كان هو يتعلل اللي كون صاير عمليه في الخارج والسكراء هذا مرفق عمومي في ظل جائحه. كان المفروض هو كرئيس بلديه معاضد مجهودات الدوله واطراف المجتمع المدني على الاقل بالقيام بالواجب نتاعو اللي هو رفع الفضلات هذه، ما يخليهاش تتحول الى بؤره نتاع تلوث نتاع نفايات خطيره. معناها ضروا منها المواطنين. شوف التلفزيون الناس مراقبين نشوف وخيالنا الاطباء والعمله والممرضين في اما ظروف معناها يخدموا. احنا تمسكنا معنا الحد الاقصى بضبط النفس نتيجه التوجيهات نتاع الهياكل نتاعنا، ولكن حتى انسان ما يقبل في ظروف كما هذه. والعوام شفناها قداش من مره نشوف الكونجكتيفيت اللي معناها اللي في عينيهم، نشوف الروائح، نشوف الحاله المزريه معناها يعايدوا فيها المواطنين. هذا انسان في البلديه وتعرفوا هذا حكم محلي. هذا مثال على شو اسمه الحكم المحلي. عندما تسند الامور لغير اهلها يولي لك رئيس بلديه منتخب لا ينجم يتدخل فيه لا رئيس جمهوريه لا رئيس حكومه ولا والي. وراني نحب نبرع بعض الاطراف، منهم الاداره العامه نتاعنا، ومنهم زاد كذلك السلطه الجهويه، ومنها وزير الصحه زاد كذلك، لانهم مش مطالبين هو بالزبله. هو دوري ويمتنع القاعة الخطة معناها الوطنية اللي قاعدة معناها على مستوى جهوي نبذلوا في مجهودات جبارة. وانتم تعرفوا تقريبا 100 عام تويك مصاب بالكورونا في الهادي شاكر. نخدموا في أبناء شعبنا بكل ضمير وبكل وطنية. يجيوك قوة الجذب إلى الوراء. تشوف شو يعملوا لك في المقابل.